في كل تجاربي مع السماعات الغاليه بالذات بيكون في كده حاجات صغيره بتضايقني جدا جدا، وحرفيا مش مصدق انها تلاقي سماعه اقتصاديه جدا وعليها كمان خصم بتحل كل مشاكلي كجيمر وكمستخدم عادي، لكن عرفتني على مشاكل من نوع غريب جدا. قبل اي حاجه ما تنساش انت تقول لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويرحمهم، واهلا بيك ماي فريند في مراجعه ارخص سماعه جيمنج وايرلس مزدوجه، اللي هي مش عميله، لا هي بتشتغل على الموبايل وكمان على البي سي وبخوف الريشه، اللوجيتك جي 435. وزي ما سمعت ماي فريند، السماعه دي لما تلبسها تحس ان انت لابس ريشه كبيره حرفيا. لما دورت على وزنات لقيته 165 جرام يا مؤمن، انت متخيل؟ وما اظنش ان انا محتاج اتكلم كتير في قد ايه وزن زي ده بيخليك مرتاح في الاستخدام لفترات طويله، وطبعا ده بالاضافه لحاجات تانية مثلا الاير كابس، الميموري فوم، الناعمه الطريه وكلها حنيه واللي بتهوي ودانك بشكل محترم في الاجواء الحارقه دي، لدرجه ان انا حرفيا بفضلها على سماعات باكتر من ضعف سعرها. بص، ما فيش بقى وجع كده حوالين الودن ولا ضغط على الودن ولا اي كلام من ده، ولكن في المقابل انت بتخسر ميزه جامده جدا الا وهي بعضا من الخصوصيه. فلو انت تعرف خنزير على شكل انسان بيعمل ساوند افكتس مثيره للشبهات، فخد بالك اللي جنبك هيسمع، وممكن مثلا الحاج يسمع وتلاقيه جاي يطرقع لك على طول. كذلك السماعه من عند الراس هي مريحه جدا، ولكن لو انت واحد شعره خفيف نوعا ما ففي بطانه كده عند الدراع من فوق، هي خفيفه قوي لكنها فعاله فعلا ان هي تحميك من الوجع وما تحسسكش ان في بلاستيك ضاغط على راسك. بلاستيك مع 165 جرام، فعلى الله حكايتنا، صح؟ ده اللي انت متوقعه حاليا. احب اقول لك ان اللوجيك في السماعه دي عامله حاجه غريبه قوي، انت بس فاهم، انت جرب كده تفردها وتتنيها وتلويها، ارميها. معلش يا غالي انا اسف، يعني ما اقصدش ان انا اتحمس للدرجات دي الحقيقه يعني، ولكن هي جايه معاك في اي حاجه ما بتقولش لا. ففي النقطه دي بجد لوجيتك عامله سحر. وعلى فكره انا عاجبني قوي لمسات البلاستيك اللامع اللي موجوده فيها، كذلك السيم بتاع الزراير مع الكيبل الاصفر. وعلى فكره الالوان التانية من السماعه دي معمول فيها شغل كمان اجمد من ده من حيث التلوين، الاير كابس بقى مع الاسلاك مش عارف ايه الجو ده. اوفرول ماي فريند، انت ضامن الراحه في جيبك 10 من 10، لكن يظل دايما السؤال، ماذا عن تجربه الاستخدام؟ يا فرحتي بالراحه وانا مش سامع اي حاجه بشكل عادي. بصراحه هنا احب ان انا ابدا بالمايك جدا. السماعه هنا فيها مايكين في الجنب الشمال بيلقطوا كل حاجه حتى من على بعد، بيبقى في السياح بتجيبه عادي، ولكن هم عن طريق النويز كانسليشن بيقدروا ان هم يعزلوا كل حاجه ويعدوا صوتك بس. واحب اقول لك ان انا جربتها في مكالمات في الشارع من الموبايل، وكانت الناس مبسوطه جدا، ما حدش اشتكى ان هو مش سامعني او سامع صوت هوا حواليا ولا اي كلام من ده. كذلك برده جوه في الاستوديو وانا بلعب مع صحابي في الديسكورد، حاطط السماعه ضاربها في جنبي اللي هو الجنب الشمال اللي هو فيه المايك، وحرفيا مع النويز كانسليشن بتاع الديسكورد الناس قادره تسمعني بوضوح، والمروحه ضاربه في المايك دايركت. وهنا في ميزه جامده جدا الا وهي ان انت ممكن تسمع الناس اللي حواليك من خلال المايك جوه السماعه، بحيث يعني ان انت مثلا لو معلي حاجه او بتلعب وكده ومعاك حد مثلا لو عايز هو مستنجد بيدك ولا بتاع انت تسمعه والجو ده، هتعرف تعمل الموضوع ده هنا عن طريق انت تضغط ضغطتين كده على زرار المايك، هتلاقيه بيقوم مفعلك على طول. وكمان انت ممكن تتحكم في مستوى الصوت المحيط بيك، يعني علشان طبعا ما تبقاش الحاجه غالبه على المحتوى او مضايقاك او ان هي تبقى قليله قوي، فانت تقدر تضغط على زرار المايك مع زرار تعليق الصوت فيعلي صوت المحيط، زرار المايك بعد توطيط الصوت يقوم موطي الصوت المحيط، فتعرف ان انت تعمل كاستمايزيشن جامد قوي في الموضوع ده، يدي لك تجربه استخدام مثاليه. بالمره دي اعدادات الديسكورد اللي انا بستخدمها من حيث حساسيه الالتقاط، وما قابلنيش اي مشكله وانا بكلم صحابي من عليه. ولكن هنا في تريكايه عايزك تاخد بالك منها كده في المايك، الا وهي ان المايك هنا مفيش اي مؤشر يعرفك انت عامل ميوت ولا انت عامل ان ميوت. فانا قعدت اتكلم ربع ساعه وللاسف بلاقي صحابي بيتجاوبوا بيردوا ردود متناسقه او متوافقه مع الحديث، ولكن بعد تلت ساعه من الحديث بكتشف ان انا كلاون اصلا وان هم ما كانوش سامعيني وان ده كله كان حظ بيحصل. الموضوع ده حله ان انا وانا على الكمبيوتر ببقى دايما مشغل وضعيه ان انا اسمع اللي حواليا، فلما بعمل ميوت بيكتم الصوت فببقى عارف ان هو كده مكتوم. لو هو انا مش عامل ميوت ببقى سامع الهواء وسامع المروحه بتاع، فببقى عارف ان انا كده مش عامل ميوت، ودي مشكله غريبه انا مش عارف لوجيتك ازاي وقعت فيها. عموما انا هسمعك دلوقتي صوت المايك اللي هو هيبقى كويس جدا للمكالمات ولكن غير صالح للاستخدام في الكونتنت كرييشن. ده حاليا تجربه مايك صوت سماعه الجي 435 من لوجيتك، وزي ما انت سامع الصوت دلوقتي وانا مشغل مروحه التكييف هتلاقي ان الصوت كويس، وكمان مشغل مروحه السقف مش عارف فيها شقلباظات كده هون، ولكن الصوت ده بيبقى كويس جدا في الديسكورد، يعني بيبقى احسن من اللي انت سامعه حاليا، لكن ما بيبقاش عملي خالص في انك تعمل محتوى، مستحيل تعرف تطلع بيها محتوى كويس، فهي للمكالمات كويسه جدا، فيما عدا ذلك هتبقى سيئه جدا جدا. من هنا ننتقل لتجربه الصوت مع السماعه دي، واللي عندي فيها شويه تعليقات مهمه جدا. صوت السماعه الحقيقه ما هوش عالي قوي ولكنه كويس وكافي جدا، انا قادر ان انا استخدم السماعه دي على 85% 90% منها وانا مش متضايق وسامع كويس. كذلك انا كنت ساعات بطلع ل 100% لما بيكون في كونتنت
انت اصلا واطي. الموضوع ده انت مش هيفرق معاك لو انت اصلا متعود على سماعات بتدي صوت كويس، لكن لو انت طالع من سماعه صيني فاحب اقول لك ان انت في البدايه هتقابلك مشكله تاقلم. انت ودانك متعوده على الدوشه اللي بيكون فيها السماعات الصيني، معليه فيها المدات لدرجه تطرشك، يعني حرفيا ده حاجه معموله عشان توسخ ودانك لا اكثر ولا اقل. مجرد ما انت ما بتحاول تجيب سماعه صيني من العاليين اللي بيطرشوا دول، بتوطي المدات، بتلاقي تقريبا فقدت نص الاداء بتاعها من حيث علو الصوت، مع الهاردوير بتاعه اصلا تعبان، فمش هتاخد تجربه صوتيه ممتازه. انما هنا انت بتاخد تجربه متوازنه، تجربه كويسه جدا جدا مع علو صوت انا شايف ان هو اكتر من كافي للعب، للمونتاج، لاي حاجه. وعلى فكره في اللعب انا ما قابلتنيش اي مشكله خالص في ان انا احدد المشاكل يمين شمال فوق تحت، لا انا كنت قادر اسمع بيها كويس كل حاجه ومش حاسس ان انا متضايق. نوعا ما صوت الحاجات اللي زي الفاندال وكده ممكن في بروفايلات اللي ما بيكونش فيها البيز عالي تحس ان هي مزعجه شويه، لكن لما بتحط بروفايل في بيز كويس بتلاقي الصوت بتاعها مظبوط جدا جدا، ما فيش اي مشكله فيه. وعموما برضو الجزئيه دي بتبقى تفضيل شخصي من شخص للتاني، لكن اقدر اقول لك ان اوفرول التجربه كانت ممتازه. ولكن في حاجه ضايقتني دلوقتي، دي سماعه جي 435. سلسله الجي من لوجيتك مؤخرا كانت بتنزل معاها اللايسنس او رخصه تشغيل الدي تي اس عن طريق الدونجل بتاعها. هنا مش حاطين الموضوع ده، ولكن بصراحه بعد الخصم اللي انا شايفه او اللي انت هتشوفه في الفيديو ده، انا شايف ان هو خلاص دي ما تعتبرش عيب، ولكن انا حبيت ان انا اقول لك علشان تبقى عارف، عشان طبعا الاكسبكتيشنز بقى والجو ده كله. كذلك السماعه ما بتدعمش برنامج، يعني مش هتلاقيها على الجي هاب. وهنا في حاجه مهمه قوي لازم تعرفها عن السماعه دي، الا وهي انها بتيجي فيها بروفايلين للصوت، واحد فيهم بيكون واطي مهما تعلي بيكون معمول له ليميت، وده بتعرف تشغله عن طريق ان انت بتمسك زرار المايك مع زرار توطيط الصوت لحد ما السماعه تروح منوره معاك كده تدي لك فلاش برتقاني كده، انت فعلت الصوت الواطي. ده بيبقى مفيد طبعا للاطفال عشان ما يبقاش معلي ودان والجو ده كله. لو عايز ترجع تاني بتعمل نفس الخطوه، زرار المايك ولكن مع تعليه الصوت هتدي لك برده فلاش كده برتقاني، تعرف انها خلاص فعلت المود التاني اللي هو بتاع تعليه الصوت او الصوت العالي. بالنسبه لاستخدام الوايرلس والبلوتوث في هذه السماعه، فهي معلن عنها ان هي بتغطي 10 متر. الحقيقه ان انا قدرت تقريبا اعدي بقى اكتر من 10 متر، وكانت في نفس الرينج بتاعت السماعات اللي هي عند ال 10000 جنيه وكده، يعني كانت ماديه نفس الاداء، وده شيء بالنسبه لي مبهر الحقيقه. في البلوتوث هي برده بتبعد معاك كتير، لكن انا ما جربتش ابعد بنفس المسافه الحقيقه، ولكن برده كان ادائها ممتاز. لو انا عارف مثلا اروح المطبخ، لا مش عارف اعمل ايه، اروح الاوضه اللي جنبي بتاع الجهاز سايبه مكانه، لا الموضوع بصراحه ما كانش فيه معايا اي مشكله نهائيا. وهنا السماعه للاسف ما بتقبلش الاتصال بجهازين في نفس الوقت، لا هو انت بتوصل على البلوتوث يا اما على الوايرلس، وده بتعمله عن طريق ان انت بتفضل ماسك زرار المايك لفتره طويله. لما تنور معاك ازرق تعرف ان انت كده على البلوتوث، لو نورت معاك اللون السماوي او الصيان تعرف كده ان انت على الوايرلس. وفي حاجه، انت لو انت عامل اقتران مع جهاز للبلوتوث هتروح متصل بيه اوتوماتيك، لو جيت تتصل من جهاز تاني هتقول لك لا ما ينفعش، هتلاقي الجهاز مش عارف يتصل. هنا هو انت لازم تدخلها في وضعيه الاقتران، وده بتعمله عن طريق ان انت بتفضل ماسك زرار المايك مع زرار الباور ثانيتين كده ولا حاجه، هتلاقي راح بتنور معاك كده بالازرق فلاش، تعرف ان انت كده جاهز انها تفتح اتصال جديد مع موبايل جديد. اما بالنسبه للبطاريه فالبطاريه بتاعتها فعلا بتقعد يعني قرب الرقم المعلن ده اللي هو 18 ساعه، دايما كنت بقى ناحيه ال 15 16 ساعه، ما عنديش اي مشكله، ولكن ده ليه شروط. اولا تبقى شغال دايما وايرلس، مفيش بلوتوث، البلوتوث بيسحب كهرباء اكتر. كذلك ما تكونش فاتح وضعيه الامبيانت ساوند او ان انت تبقى سامع اللي حواليك عن طريق المايكات على طول، دي اكتر حاجه بتنسف عمر البطاريه للنص. لو شحنها عن طريق اليو اس بي هي بتشحن تقريبا في خلال مثلا 3/4 ساعه، رينج ده بتكون وصلت معاك للفل، يعني فاهم، ما تسيبهاش انت تفضى برضه، ممكن قبل ما تنام سيبها متوصله بكابل اليو اس بي، مش هتحصل لك اي مشكله معاها يعني. وطبعا يو اس بي سي فهي يونيفرسال، يعني اكيد كلنا عندنا كابلات يو اس بي سي النهارده في البيت بتاعنا. وعلى فكره انت لو جربت تشحن السماعه وتشغلها في نفس الوقت هتلاقيها شغاله معاك صوت عادي عن طريق الوايرلس، مفيش اي مشكله. قبل ما نخش على الخلاصه انا عايز اكلمك في حاجات هي طبيعي انها ما تكونش موجوده في السعر ده، ولكن كنت اتمنى بصراحه انها تبقى موجوده، طبعا غير انها تبقى تتصل بجهازين في نفس الوقت والجو ده. اول حاجه وهي ان هو يكون في زرار للرد على المكالمات، يعني هي معموله انها بتتصل على الموبايل وبتاع، فيعني فاهم خليك كده شغل العقل. ثانيا ان يكون في زرار يخليني اقلب الميديا. ثالثا يخليني ان انا اضغط بوز او ان انا اوقف بشكل مؤقت الميديا وارجع اشغلها تاني. بص انا مدرك تماما ان سماعه في الرينج السعري ده اللي هقولك عليه كمان شويه صعب تلاقي فيها كل حاجه بصراحه. يعني انت بتتكلم طبعا نوعا عن جوده صوت محترمه جدا، بتتكلم عن كواليتي محترمه جدا، عن راحه في مكان تاني. والله العظيم انا عايز اقول لك ان انا معايا سماعه بضعف ثمنها، فضلت ان انا البس دي بالذات في الحر ده عن السماعه الثانيه، ومبسوط مع دي جدا جدا ومتاقلم معاها. ضيف على ذلك كمان في عندك ضمان 2 استبدال ضد عيوب الصناعه. كل ده بقى بكام يا معلم؟ هي المفروض ب 4200 جنيه،
ولكن حاليا هي عليها خصم، نازله ب 3500 جنيه. كنبيل اللي جربت كذا سماعه في فئات سعريه مختلفه، انا شايف انها صفقه محترمه جدا جدا، لدرجه ان انا عايز استخدمها كسماعتي الاساسيه الفتره الجايه. وان شاء الله هكلمكم عن السماعه اللي كنت بستخدمها قبلها كده ونقلت لدي والتجربه والفرق ما بينهم. ولكن عموما هنا الفيديو بتاعنا يكون خلص، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.